محمد صلاح خلاص مش هيكون متواجد في الدور الثالث من دور المجموعات قدام راس الاخضر، ومش هيكون متواجد في الدور 16 في حاله صعود منتخب مصر ان شاء الله. في ناس شايفه النقطه دي ايجابيه وفي ناس شايفاها سلبيه. انا اقول لك وجهه نظري بدون اي تلوين. محمد صلاح عدم وجوده في مباراتين فهي حاله ايجابيه مليون في الميه، مليون في الميه. لان وجود محمد صلاح انا شايفه ليه نقطه، وهنتكلم فني بس، لنقطه ايجابيه واحده، هو تقليل الضغط على خط الدفاع. ليه تقليل الضغط على خط الدفاع بس وما قلتش ان هو بيطورك في الناحيه الهجوميه؟ لان محمد صلاح مش ميسي. محمد صلاح الادوار اللي بيديله روي فيتوريا هي ادوار مشابهه ليونيل ميسي في 2022، لكن محمد صلاح مش هو ليونيل ميسي. محمد صلاح مش امكانياته هي ليونيل ميسي. محمد صلاح وصل لبعيد فعلا بالنسبه لل... للكواليتي، بالنسبه للاعب المصري وصل لابعد حد وعلى من طموحنا ولاعب من افضل لعيبه العالم حاليا، هو افضل جناح يمين على مستوى العالم حاليا. لكن امكانياته مش اللاعب اللي يستلم لك الكره من تحت ويغير لك اللعب، لا، محمد صلاح هي النقطه التميز بتاعته اللي يتفوق عن اي لاعب حاليا في مستوى العالم، هي صناعه الكره ناحيه اليمين. لكن ليونيل ميسي بيقوم بادوار صناعه اللعب من الخلف بصوره ممتازه جدا. ليونيل ميسي بيستلم الكره من مناطق رقم 6 وانت عارف ان الكره مش هتتقطع، وانت عارف ان الكره مش الكره يعني مهما كان طولت فهو مش هتقطع من الكره، على عكس محمد صلاح. اما بقى بالنسبه للنقط الايجابيه لعدم وجود محمد صلاح فاحنا شفناها في الشوط الثاني، واهمها بالنسبه لي عدم وجود نجم اوحد للمنتخب. ودي النقطه اللي كان بيمتاز بها منتخب 2006 و2008 و2010، ودي النقطه اللي كان بيمتاز بها النادي الاهلي في نفس الفتره، ودي النقطه اللي كان بيعيبها النادي الزمالك في نفس الفتره، هو وجود نجم اوحد هو شيكابالا، وفي فرق ما بينه وبين امكانيات اللعيبه الثانيه. فاللاعب المصري في حاله وجود نجم اول وكله بيخدم عليه ما بيأديش او ما بيوصلش حاله من الابداع اللي هي مطلوبه له، كله بيخدم على لاعب معين. على عكس لما بيحس كل اللعيبه متقاربه ومفيش نجم اول فيهم، كل اللعيبه بتأدي. تريزيجيه لما نزل ما حسش ان هو الرجل الثاني، تريزيجيه لما نزل حاسس ان هو الرجل الاول، ومرموش حاسس ان هو الرجل الاول، مصطفى محمد نفس القصه، حتى زيزو لما ينزل يحس ان هو الرجل الاول. دي التوليفه، وكل لاعب هيبدع وكل لاعب هيكون في حاله من الجماعيه اكتر من الاول. وهيكون عندك دي النقطة المهمة جدا كتكتيكيا، هيكون عندك مفيش حالة من الالتزامية لانك ترضي محمد صلاح، لانك ترضي المنتخب، لانك ترضي اسم زي محمد صلاح. وكل حتى المحللين بيتكلموا انك لازم يكون عندك لاعب زي محمد صلاح، فانت لازم تكون بتخدم عليه، لازم يكون متواجد حتى لو وحش. في ناس كتير اتكلمت على دي، ما شفتش تقريبا مدرب واحد اللي اتكلم عن نقطة لو محمد صلاح وحش هطلعه هو حسام حسن. وحسام حسن يعني اللي بيمتاز بيه دايما ان هو يعني في الصح صح وفي الغلط غلط. حسام حسن دايما حازم في اي قرارات، عشان كده عدم وجود في مناصب تقيله على مستوى الكره في مصر، عدم اللي هو يكون يمسك المنتخب الفتره انك قررت تجيب مدرب وطني وجبت ايهاب جلال ما جبتش حسام حسن بسبب النقطه دي. ودي من اهم النقط اللي كله بيهرب منها في اتحاد الكوره. نرجع لكلامنا. النقطه الثانيه احنا قلنا فيها محمد صلاح، هو انك ما بقتش ملزم انك تغير الطريقه عشان لاعب معين، ما بقتش ملزم تكون متواجد زيزو ومحمد صلاح عشان توفر الاثنين لعيبه يكونوا متواجدين، وعشان برضو تراضي محمد صلاح، وعشان برضو في نفس الوقت ممكن عشان في لعيب ما ينفعش يقعد على الدكه اللي هو زيزو. فدول نقطه خلاص انت بقيت مستغنى عنها. ما بقتش ملزم برضو ان في لاعب حتى لو مستواه وحش في الملعب مش هتطلعه. دي نقط كلها طلعت من عاتق فيتوريا بعدم وجود محمد صلاح في الماتشين. تعال بقى نتكلم بالنسبه للنقاط الايجابيه للمنتخب زي راس الاخضر. راس الاخضر النقطه الايجابيه اللي انا شفتها من خلال الماتشين هو التصويب، ده شفناه طبعا في ماتش موزمبيق الثاني، خصوصا ان هدفين تقريبا من تصويبتين او الهدف الاول والثاني. النقطه الثانيه هي السرعات في خطف الكوره، عندهم لعيبه سريعه جدا في حته الضغط، عندهم البريشر عندهم عالي جدا، اللعيبه كلها بتضغط بصوره قويه، وتحس اللعيبه عندها المرونه عاليه، فده بتشوفه في حاله الضغط. يعني شفنا الهدف الثاني في مرمى غانا في الماتش الاولاني نفس القصه، وبرده نفس القصه الهدف الثالث تقريبا في ماتش موزمبيق. فريق يعني بيقطع الكره في مناطق صعبه، فلازم يكون في اللاعب رقم 6 بيستلم الكره بارتياحيه، اللاعب رقم 6 ما يتفلسفش. وده نرجع لنقطه اللاعب رقم 6 بالنسبه لفيتوريا. ايا كان المنافس انت هتلعبه ما تلعبش النني. لاعب رقم 6 طالما انت هتلعب بارتكاز واحد ما تلعبش النني. النني في 2017 كان بيأدي لان موجود لاعب تاني بيغطي عليه، هو طارق حامد بيقوم بدور الدفاع كله تقريبا. في الوقت ده انت عايز لاعب رقم 6 حرفيا مجري، لاعب زي ما تقول كده زي كانتي كده في ليستر سيتي، وهو كان من اسباب فوز ليستر سيتي بالدوري الانجليزي. فانت عايز لاعب بيقفلك النقطه دي، بيقفلك الدايره دي كلها، ما عندوش مانع ان هو يكون متواجد بس ويجري في طول وعرض الملعب. هو مروان عطيه او حمدي فتحي، مفيش لاعب تاني.
وطالما هتلعب ب 4-3-3 يبقى اللاعيبه الاثنين دول منهم امام عاشور، وممكن اللاعب الثاني بقى خلاص طالما عدم موجود محمد صلاح فزيزو هيتحول لجناح. النقطه السلبيه بالنسبه لراس الاخضر فعلى عرضيات، فانت عندك لاعب بيمتاز بضربات الراس اللي هو مصطفى محمد، فلازم توفر له الوسيله ان هو يؤدي ضربات الراس. لازم يكون عندك الاطراف بصوره ممتازه. طبعا عندك الباك اليمين، مفيش باك يمين بيلعب بعرضيه كويسه تقريبا على مستوى مصر في الدوري المصري كله تقريبا. ناحيه الشمال عندك لاعب بيمتاز بالعرضات بصوره ممتازه جدا واحمد فتوح، وفي نفس الوقت لاعب بيجيد الصناعه من ناحيه الباك الشمال فتوح. طب ليه فتوح ما يكونش متواجد كصوره اساسيه؟ لو فتوح مش جاهز فنيا فانك انت تكون فانك تجيبه في القايمه فدي كارثه في حد ذاتها. في حاله وجود لعيبه تانية تلعب ناحيه الشمال في الدوري المصري وهم كتار جدا في الفتره الاخيره. وناحيه اليمين تدي ادوار لاعب زي زيزو اللي يوفي لك العرضيات، على عكس مصطفى فتحي في الماتش ده، لانك انت هتحتاج عرضيات كتيره في الماتش ده. ويكون متواجد برضه في نفس القصه لما انت تحاول لو لا قدر الله في وقت انت راس الاخضر تقدم عليك او التعادل وصل لابعد وقت، سواء كان ده 70 او ده 75 انت محتاج تسجل، فتحاول تطلع 4-2-4 زي ما عملتها في ماتش غانا. يبقى عندك 2 ديفندرات حمدي فتحي وامام او مروان عطيه وامام، وعندك الجناحات زيزو او لو هتبدل ساعتها مصطفى فتحي وتريزيجيه، واثنين مهاجمين عمر مرموش اللي اداها لك لما تحول للعمق في ماتش غانا، واللاعب التاني مصطفى محمد. وان شاء الله اللعيبه لما تلعب بنفس الروح بتاع الشوط الثاني ان شاء الله هنكسب راس الاخضر. حتى لو احنا خايفين من راس الاخضر الماتشين احنا شفناه، لكن احنا خايفين بسبب المستوى المتذبذب في الماتش الاولاني والشوط الاول للمنتخب، مش لقوه راس الاخضر. راس الاخضر لا هي المغرب ولا هي نيجيريا ولا هي كوت ديفوار ولا هي الاسماء الثقيله. ان شاء الله نعدي الماتش ده ونوصل لدور 16. نفكر بقى نلعب كونغو ولا نلعب زامبيا ولا المغرب ممكن تعمل مفاجاه وتصعد تاني وتلعبنا. سلام.